باركولي باركولي يا حبايبي، انا حامل وحامل في ايه؟ في توأم. عقبال يا رب يرزق كل مشتاق يا قادر يا كريم، وما يحرم حد ابدا من الخلفة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخباركم ايه يا اخواتي؟ يا رب تكوني يا رب في اتم صحة، وتكوني يا رب في احسن حال. طبعا النهاردة يوم مش عادي، يوم كله نشاط وحيوية كده. قلت والله لا قوم من الفجرية، قوم يا بنتي يا فاطمة كده ايه، وتنشطي كده وتشجعي وشد الهمة كده، والأخبار السعيدة اللي جاية طازة كده لازم تروح لمتابعين وحبايبي كده على غيار الريق. الصيف بقى يا حبايبي، وحلاوة الصيف وبلبط الصيف. احنا كلنا بنحب الصيف عشان خاطر حاجة واحدة، اكتر حاجة طبعا البلبطة بتاعت البط. فانا قلت ايه بقى، اقوم طالما انا حاسة بان انا نشيطة، اخد اليوم من اوله، ابدأ اليوم كده بداية صح. فعملت ايه؟ اول حاجة ابتديت بيها السطح. قلت ايه، اما اعمل روتين حلو كده عند الطيور، بحيث ان احنا نبدأها من فوق. فاهمين انتوا؟ يلا صلوا بينا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وما تحرمونيش من كومنتاتكم الحلوة. انا عندي زكام، يعني عندي انفلونزا وزكام وكحة. حد حاسس بخنفين من عندي؟ الصوت يعني متغير شوية، معلش يا حبايبي سامحوني. والله الانفلونزا مش عارفة ايه حكايتها معايا، مش سايباني لا شتا ولا صيف، مش عارفة اعمل ايه. طلعت بقى قعدت فوق، قلت الم البيضات من عند الفراخ، واروج الدنيا كده واكنس تحتيهم وارش، وغسلت السلالم بالمرة. طبعا انا لحقت بسرعة الم المية، وبعد كده ايه، يعني بصوا اللي هو ايه، غسلتها غسلة نظيفة، وبعد كده رشيتها بمية نظيفة وايه، وظبطت الدنيا ومسحتها وخليتها زي الفل قشطة. دخلت على البوتاجيز بقى، ما اقولكوش خليته هينطق. جانا بنتي بتخلي البوتاجيز يجري في الكلب اما تقضي مصلحة عليه. الوصفات المعفنة اللي بتجيبها من على النت دي بتخلي لي الدنيا كلها عدمينة، والله العظيم. فقلت بقى ايه، اما اطلع بقى اروج على البوتاجاز شويه. الفرن ده غالي عليا قوي. فلما قلت ايه بقى، ادخل كده اخد وش نظافه ولمعه. يلا شدوا حيلكوا بقى يا حبايبي، ما تنسونيش بقى في اللايك والشير والكومنت الحلو الجميل، وقولوا لي بتتابعوني من اي بلد. طبعا ده شيء بيسعدني وبيفرحني. عايزه اعلام تنزل في الفيديو زي المطر، أعلام أعلام أعلام، كل دولة بالعلم بتاعها. تمام يا اخواتي؟ يلا صلوا بينا على الحبيب المصطفى وزيدوا النبي صلاة كده، ويلا بينا ندخل على الفيديو بقلب جيمي. لو جابلكوا أي إعلان هتعملوا إيه؟ تتابعوه. الله يبارك لكم. تمام. طبعا يا اخواتي، انتوا عارفين ان انا احبكم واحب كومنتاتكم. ف فاول حاجه بعملها طبعا بروح داخله على الكومنتات، بشوف ايه نوعيه الكومنتات اللي مكتوبه لي. بفرح جدا لما بلاقي اعلام سعوديه، اعلام الجزائر، اعلام ليبي، مغرب، السودان، حتى مصر، الكويت، الامارات، الاعلام الحلوه دي، قطر، سوريا، الاردن، عمان، كل الدول الحلوه دي بحب الاعلام. مصر طبعا ام الدنيا. فبفرح في كومنتات تاني بقى عيد. زي ما بستنى الكومنتات الحلوة، برضو بنتظر ان في كومنت زي كده يجي. بشوف يعني ايه، ما هو برضو لازم تعرفي مين بيحبك
ومين بينتظرك تنزل فيديو كده علشان خاطر ايه؟ يدخل بقى يفتي. الجماعة اللي بيفتوا دول بنتظرهم برضو، خلي بالكم. ف... فمن ضمن الكومنتات برضو لقيت كومنت بيقول فاطمة حامل وفي توأم ولد وبنت، وانا شفتها عند الدكتور وجالي اسم الدكتور كمان واسم العيادة. يعني جايبة معلومات عامة عني، معلومات دقيقة. يعني بصوا، انا مهمة بالنسبة لها لدرجة ان هي بتراقبني، واخدين بالكم انتوا؟ وانا اصلا لا رحت عند دكاترة ولا كشفت، ولا لا ببقى حامل اصلا بروح اكشف. يعني بصوا، ما بروحش اساسا عند دكاترة. انا بستنى لغاية مثلا إيه لما بكون مثلا في الشهر يعني بصوا عشان ما بقاش كداب، ممكن السابع او ممكن اول كشف بيبقى مثلا في الشهر الرابع. ليه؟ علشان خاطر بس اعرف مواعيد التطعيم بس، مش اكتر. اللي هي الحجر اللي بياخدوها الحوامل دي في الوحدة الصحية، فاهمين انتوا؟ تطعيم الحمل. بس غير كده لا بروح اعمل سونار ولا بروح اكشف ولا بهتم اساسا، مع انه ده غلط يعني. انا معاكم إن لازم كل ام او كل ست حمل تروح تتابع من اول الحمل لاخره. انا ما بعملش ده والله. مش مش مثلا يعني هقول لكم مثلا بتبقى الظروف بتاع. لا والله، مش قصة ظروف مثلا، ولا انا مثلا بص البطات بيعملوا ايه، فرحانين يا حبايبي عسل. احبهم اعشقهم هنا والله العظيم. عارفين الوزات دول يا اخوات ابو ادم هيموت وياكلهم. وانا اقول له نو نو نو، دول ولاد يا حبايبي الله العظيم. يا بنت اعملي لنا واحده على شويه ملوخيه. اقول له ابدا لا يمكن. غاليين عندي قوي يا اخوات، اقسم بالله قوي قوي، مش عارفه ليه، مع انهم يعني بص اكل ومرعى وقله صنعه يعني والله العظيم بجد. مش مقصرة، وبجيب لهم بيض واجيب لهم أدوية وكل حاجة، وبيبيضوا. خلي بالكم، مش هقول لكم ما بيبيضوش، بيملوا الدنيا بيض. بس في الاخر بيطلع بيض من غير بذرة وبيمشش تحتيهم، بيفضلوا راكدين عليه ويطلع بيض بايظ. والله من ساعة ما جبتهم مش ما استفدتش منهم بحاجة الصراحة. ابو ادم طبعا بسبب الفيران وكده قال تعالوا نروج الدنيا دي، شال كل الوحي والعروق اللي هنا حتى في الأوضة جوه. والكراكيب اللي انتوا شايفينها دي ما خليتش فيها حاجة خالص. لميت الدنيا على فكرة. بس فانا عايزة اقول لكم انتوا لو بتتابعوا معايا لو بتتابعوا الفيديو من بدايته لنهايته هتعرفوا كل حاجة عني. اما انتوا مش بتتابعوا، يعني مثلا اللي هو بتتابعوا اول كلمتين في الفيديو، او ممكن كمان تعملوا اغلبكم بصراحة بيعمل كده، بياخدوا بالعنوان بس. هتعلق ماشي روح العب. يعني مثلا بتاخدوا بالعنوان، انا اكتب في العنوان مثلا انا حامل، تجروا تقولوا ده حامل في توأم، ده حامل في كده، فاهمين انتوا؟ وتقولوا انتوا قلت، انت عملت، انت زدت. انا بقعد مثلا بعد سواء اتكلم لكم مثلا عن حد كتب لي حاجة زي كده كومنت، واروح كاتبه مثلا العنوان بالكومنت اللي اتجال، برضو بتروحوا واخدين بيه، تاخدوا بالعنوان وتجروا تفلقوا. والله العظيم يعني غريبة جو الحكاية دي.
يلا الله المستعين. الحمد لله على كل حال. فالمهم انتوا ما تفتوش، يعني انا عايزه اقول لكم كده، ما حدش يفتي من دماغه. انا لا طلعت قلت انا حامل في توأم، ولا انا عملت سونار، ولا رحت الدكتور، ولا الكلام ده. ما تقولونيش حاجه انا ما قلتهاش. انا بتكلم عن الكومنتات اللي بتتكتب. وربنا يا رب يرزق كل مشتاق يا رب بالخلف الصالح بحق جاه المصطفى. واللي عنده اولاد ربنا يحفظهم ويحفظ اولادنا يا قدر يا كريم، ويحرم حد من حاجة ابدا يا رب. ادم لقى بيضة في وسط الكراكيب، الفرخة بتيجي تبيض هنا. طب والله العظيم فعلا على طول. خلي بالكوا في يوم ادم طلع زي كده بيدور، راح لقي 11 بيضة. والله العظيم في الكوميدينو اللي انا لسه مفضيه جوا ده، لقي 11 بيضة. متخيلين؟ فرخة قاعدة برا مش بترضى تدخل خالص العشة بتاعتهم ابدا. والله لو عملت فيها ايه ما ترضوش. فالفرخة دي لما قاعدة برا لوحدها على طول كل يوم تبيض بيضة بيضة بيضة. جمعتهم يعني قولوا مثلا 11 يوم، لو كل يوم بيضة، فاهمين؟ فادم كان فرحان جه، بيحاول كل مدى كده يروح يجي يدور في الكراكيب. انا بقى ما خليتلوش. لميت كل الكراكيب دي يا جماعه اللي لازمنا منه الشنيه. يعني الشنطه اللي ماسكها ابو ادم دي فيها حاجات كهرباء، لميتها كلها دي شلتها. طبعا هنحتاجها اكيد. الحاجه غاليه، يعني انت دلوقتي ساعه ما تروحي تشتري بتشتروا بألوفات، ساعة ما هتيجي ترجعيهم وتبدليهم من نفس التاجر ده او من نفس اللي بيبيع الحاجة الزيادة عندك بياخدها برخص التراب. فقلت لا، على ايه اللي يتبقى يتشال ونحافظ عليه ونشتغل بيه لو عوزناه، واكيد هنعوز، واكيد ليه عوزة. بس فلميت شنطة كبيرة كده، وحتى لقيت الصندل بتاع بودي. انا كنت جبت له الصندل ده وما لبسوش غير لبستين، وبعد كده اختفى. فردة واحدة بس تحت. ده بص بودي بيشخبط وبيقولك ده انا بلون. والله العظيم مسك الكراسة ما خلاش فيها، يشخبط شخبط شخبط شخبط، وبيقولك في الاخر انا بلون. عايز يلون كل المربعات اللي فيها، زي ما المس مثلا بتديله مثلا رسمة وتقول له ايه ما تطلعش بره الرسمة، هو بيلون بقى عاد كله 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 المربعات دي كأنها ايه رسمة. يلا يا حبايبي شد حيلكم معايا كده، الله يبارك لكم. ما تنسونيش كده في اللايك والشير ومش هوصيكم. الله يبارك لكم يا رب. انا عارفة والله ان انتوا مش مقصرين معايا، بس اكتبوا بدل الكومنت 2 و3 و10. هو ده بيرفع الفيديو، خلي بالك كتر الكومنتات وكده اسمه تفاعل. ده التفاعل والله بيزيد من ايه اللهم صل على حضرة النبي، يعني من ترويج الفيديو، بيخلي الفيديو كده يزيد مشاهدته. الاخت جنى قاعدة تذاكر ليل ونهار، مش بعرف استفاد منها بحاجة ابدا اقسم بالله. كوباية المية كده ما اقدرش اقول لها قوم اسقينا، ابو ادم ياكلني. قوم اسقي نفسك سيبها تذاكر، انت مش عايزاها تفلح، انت مش عارفه ايه. والله العظيم زي ما بكلمكم مش بيخليني استفاد، ببقى تعبانه ويخليني برضو انا اقوم اعمل كل حاجه. كله ده عشان خاطر الاخت جانا تذاكر. ايه رايكم في شويه المحشي العسل ده؟ طبعا لازم نختمها طبعا بصينيه محشي وبطايه حلوه كده. يلا يا حبايبي يا رب بتمنى ان يكون الفيديو النهارده عجبكم، وما تاخذونيش بقى في الخنفان اللي انا فيه دوت، معلش في الونز عندي شتا وصيف. يلا اشوفكم على خير يا حبايبي، ومع الف مليون سلامه.